ألف ألف مبروك يا أبو صلاح، يلي مشرفنا في إنجلترا وأوروبا كلها. يا باشا أنت تستاهل تكون أحسن لاعب في العالم، مش لا مؤاخذة أحسن لاعب في إنجلترا بس. ده أنا ماشي بتفشخر بيك في كل حتة وبقول لهم إنك ابن خالتي. حبيبي يا مرمش، بس بلاش موضوع ابن خالتي ده، علشان هم هنا فاهمين كل حاجة. وبعدين انت بتقول فيها انا ان شاء الله هاخد البالون دور السنة دي غصب عن اي حد. ده لو ادوها لحد غيري هقلع لهم ملط في ميدان لندن العمومي هنا. ما تزعلش مني يا مويا صاحبي في اللي أنا هقوله، أصل إحنا يا صاحبي أفارقة وكمان من مصر، يعني لو أخدت كأس العالم عمرهم ما هيدوها لك. سيبك أنت من الهري ده، أنت إزاي جبت 28 هدف مع الليفر وبقيت هداف الدوري الإنجليزي وسط المعمعة اللي إحنا فيها هنا دي؟ ده في مصر ناصر منسي جاب 10 تجوان قربوا يبنوا له مقام. بص يا مرمش، احنا امهاتنا انا وانت داعيين لنا. كان زماننا دلوقتي انا مع المقاولين وانت مع وادي دجله وفرحانين بالصعود للدوري الممتاز. وبعدين ده انا اتمرمطت هنا اول ما جيت انجلترا. ده انا ساعه ما كنت في تشيلسي كان جوزيه مورينيو الله يحرقه بيخليني الم الطوب والزلط اللي في النجيله اللي في الملعب. ليه يا عم؟ أنت كنت في تشيلسي ولا كنت في مدرسة الصنايع بنين؟ بس بيني ما بينك يا مو أنا متضايق قوي. أنا كنت بحسب إن أنا هاجي المان سيتي هنا وهخربها أهداف وبطولات، ما جبتش غير 8 أهداف عمي، وضيعت ضربة جزاء قدام كريستيال بالاس في كأس الاتحاد، وما خدتش ولا بطولة لحد دلوقتي. انت لسه بدر عليك قوي يا ابو المراميش، انت لسه عظمك طاري في الدوري الانجليزي. وبعدين العبد لله اللي قدامك ده اتكحرت في الملاعب، لكن انت لعبت لي شويه في المانيا وجيت على طول على المان سيتي. بس حظك دكر، السنه اللي جيت فيها الدنيا كانت بايظه معاهم. آه والله يا صلاح يا أخويا، دول كلهم حاطين عليا وكل شوية يقولوا لي يور فيس از بور، وخصوصا الواد الاصفراوي اللي اسمه هالاند ده، كل ما يشوفني يقول لي انا المعلم هنا والمركب اللي لها ريسين بتغرق، وجوارديولا التاني يقعد يهددني ويقول لي هرجعك المانيا مترحل. لا مرموش، انشف كده وما تخليش العيال دي تعلم عليك. ده احنا هنا في غابة يا صاحبي، والمهاجم الكبير بياكل المهاجم الصغير. وبعدين اي حد يتكلم معاك قول له انا تبع الفرعون المصري ابو صلاح. ولو حد زود معاك في الكلام رن عليا وانا اجيب لك الواد فان دايك والواد نونيز ونيجي نكسر ملعب الاتحاد على اللي فيه. حبيبي يا مو، قدها وسداد دايما يا عم، ما انا قلت لك انا عايش على حسك هنا. المهم ايه رايك في الهدف اللي انا جبته في بورتسموث ده؟ ده كل الناس بتتكلم عنه، صاروخ يا زميلي، ارض جو، خليت الكره زغرطت في الشبكه. هو الهدف حلو الصراحة، بس الواد إمام عاشور بتاع الأهلي جاب نفس الهدف ده في البنك الأهلي، والصراحة الواد إمام عملها أحسن منك. وبعدين أنا عايزك تلعب زي الواد إمام عاشور كده بمزاج، مش لعب موظفين اللي هو تسلم وتستلم وتشوت وخلاص. منك نستفيد يا ابو صلاح. المهم انا كنت جاي لك معذور في قرشين كده علشان الدنيا مجنطه معايا، وانت بسم الله ما شاء الله بتقبض قد كده، فكنت يعني عايز قد 6-7 مليون يورو كده، وهديهم لك ان شاء الله في الموسم الجاي في الدوري الانجليزي. كان على عيني يا مرموش، ده أنا القبض بتاعه كله رايح على جهاز البت مكة. كل يوم ينزلوا يشتروا حاجة، وزي ما انت عارف الحاجة هنا في انجلترا مولعة نار. ده يا دوبك امبارح نزلوا اشتروا تلاجة وشفاط ومكنسة كهرباء. عارف دفعوا كام؟ دفعوا 9 مليون يورو. قال ايه؟ حاجة ايطالي نظيفة.